السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم الجو غائم وبقوة، بالإضافة أن الرياح كيف كتسمعوا الصوت ديال الرياح، الشجر كيتحركوا والرياح موجودة وبقوة. الرئيس تيبون الخطابات ديالو جابت الربحة للجزائريين في فرنسا. خطاب الحقد، خطاب الكراهية، خطاب العنف، الحجرة، اللي ما دخلش للصف، انا داير هكا، انا ما نديرش، انا نعنف، اللي يضربني نضربو. اذا النتائج ظهرت في فرنسا. النيف هو براسو قال لك حنا عندنا النيف، كلشي عندنا النيف قال لك. اذا بداو بالعنطريات والشعارات والحقد والبغض والكراهيه والانسيتاسيون العين omniprésente chez les influenceurs algériens, voire même l'apologie, لأن المتابعة اللي وقعوا فيها l'apologie du terrorisme. إذا النتيجة هي ظهرت. إذا الرئيس بدلا ما يكون ساج، الخطاب ديالو يكون في المستوى، ما يكونش عنيف، كيدير خطابات سلقوطية. بالطبع حنا كنضحكوا لأن من حقنا نضحكوا، مادام هو كيضحكنا نضحكوا، نحرموا راسنا من الضحك. ولكن النتائج على بصبع الزرق اللي ما عندوش العقل اصلا كارثيه. لو كان الخطاب ديال الرئيس بطبيعه الحال ما ياثرش على العقلاء الجزائريين، ولكن بصبع الزرق ياثر عليه. راه شفت شي فيديوهات يعني في منصه تيكس خطيره، واحد العدد لا يتصور. راه ما هادو اللي اعتقلوا راه والو، راه كاينين اكثر. هادشي وجوه انا ما كنتش كنعرفهم، يدعون للعنف، يدعون الى هذه وخص القتيل وخص كذا. وعجيب وغريب هذا الشعب هذا، يعني بما في الكلمه في الكلمه من معنى. يعني رجعوهم عنيفهم، والاغلبيه ديالهم والغريب ما عندوش الوراق. وكاين اللي عنده حتى لوبليغاسيون دو كيتي لو تيريتوار فرونسي، يعني عايش في فرنسا وبدون اوراق. وعندك صحيح شي وحدين حسوا بالسخونيه تراجعوا وبداو كيقولوا احنا كنحبوا فرنسا. يعني حتى صاحبي يا فرنسا احنا ماشي مراركا ديال مونبيلييه، وقع له السينيالمون من طرف لو مير. يعني هاد الناس هادو ما عندهم اوراق، هربوا من الجوع من الجزائر. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. هربوا من الجوع، كيجي من فرنسا بدلا ما يشكر ولا كيسبها، وكيقول لك غيقتل الاخرين اللي فقراء بحالو اللي موجودين في الجزائر او هربوا حتى هما لفرنسا، دفاعا على من خلاه في الطوابير، من خلاه يحرق، من خلاه كيدافع عليهم. فوالا سي يعني ايراسيونيل في الاخير. اذا انا اللي كنتهم بكل صراحه الرئيس تبون، رغم انه كيضحكني، رغم انه الصديق ديالي ومع ذلك هو السبب ديال هذه المشاكل. ان الخطابات ديالو فيه الكراهيه، فيه الحقد، فيه العنف. ولذلك وقع والتصرف الجزائريين كان نتيجه ديال الخطاب. اذا لو كانت كاين شي جنائيه دوليه كان هادو غيتعتقلوا بالفعل، ولكن يتعتقل حتى الرئيس تيبون، لانه هو السبب الايديولوج ديالهم الاول. صحيح ماشي هو، كاين سي العصابه العسكريه، ولكن هو اللي ظاهر، الفساد هو اللي كاين، هو اللي كنشوفوه كيدير خطابات عنفيه. اما العسكر كيقولوا له قول وكيتخباو. يومكم سعيد.